كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء. كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. أكثروا من الأعمال الصالحة وتزودوا من ساعات هذه الأيام ولياليها، فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله تعالى نفحات، فاستكثروا من الصالحات وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات، إن العمر لا يعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة. عارفين حبيباتي، لما ربنا يقسم بحاجة في القرآن الكريم ده دليل على أنها عظيمة جدا عند الله عز وجل. وربنا أقسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة. فين يا أم علياء؟ في سورة الفجر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. طيب يا بنات، ليالي العشر اللي هي إيه؟ قال ابن كثير وكثير من يعني جمهور المفسرين كلهم معظمهم قال هي 10 ذي الحجة. يعني ربنا أقسم بالليالي دي دليل على إنها ليالي عظيمة. طب إحنا إزاي هنضيعها وإحنا عارفين الفضل الكبير اللي فيها؟ طب إيه الفضل اللي في الليالي دي؟ طب نعمل إيه في 10 ذو الحجة أو في لغاية يوم 9 أو يوم عرفة؟ كل الحاجات دي هنعرفها في حلقة النهاردة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا كده يا بنات، في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، اللي هي يا بنات أيام 10 ذو الحجة. الصحابة ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تخيلوا يا بنات إن ممكن صيامك وذكرك وركعتين في جوف الليل وقراءة الأذكار والتزود من التهليل والتسبيح والتحميد والتهليل، كل ده يكون أحب إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله اللي هو أصلا من أعظم الأعمال. ده كله لو عملتيه في أيام ذو الحجة. طيب عايزة بقى يا بنات نركز على حاجة حلوة قوي قوي. طب يا معلقة، ايه هي أعظم عبادة في العشر من ذو الحجة؟ اللي هي الذكر يا بنات. أعظم عبادة وأعظم حاجة تعمليها هي أسهل عبادة وأيسر عبادة، اللي هي الذكر، اللي هي التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. لها منزلة خاصة جدا عند الله عز وجل. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات اللي هي أيام 10 ذو الحجة. تعالوا حبيباتي نفكر بعض بأنواع التكبير اللي هي تكون في أيام 10 ذو الحجة. في حاجة اسمها حبيباتي التكبير المطلق. امتى يا ام عليا التكبير المطلق بيبدأ من أول يوم في أيام 10 ذو الحجة لحد آخر يوم من أيام التشريق الثلاث، اللي هي لغاية يوم 13 ذو الحجة. طب بتكبري فين؟ في أي وقت، أي وقت بقى اسمه تكبير مطلق يا بنات. وانت بتطبخي وانت بتكنسي وانت قايمة وانت قاعدة وانت سايقة وانت ماشية في الطريق وانت قاعدة، في كل وقت بتكبري اللي هي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ده اسم يا بنات التكبير المطلق، بيبدأ من أول أيام ذو الحجة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بقى حبيباتي التكبير المقيد اللي هو بيكون ليه وقت معين بينكبر في الوقت ده تحديدا. بيبدأ امتى؟ بيكون بعد كل صلاة. من امتى؟ من فجر يوم عرفة لحد العصر بتاع يوم 13 ذو الحجة. يعني بعد كل فرض من الفرائض، من فجر يوم عرفة لغاية ثالث أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد، بصوت بقى مسموع في البيت أو بينك وبين نفسك بتكبري بعد كل صلاة بتصليها في البيت. عارفين يا بنات الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون للأسواق في العشر يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم. يعني من السنن برضو المحمودة والحاجات الكويسة ان انت لما تبقي في مكان تكبري وتفكري الناس في مواصلات. يعني لو راجل، يعني لو حد هيسمعه، لو ابنك مثلا تعلميه ان هو يكبر مع اصحابه بيلعبوا في الشارع رايحين جايين يفكروا الناس علشان يحيوا سنة التكبير. تخيلي بقى لما بيتك بقى يبقى كمان شغال فيه التكبيرات على طول كده، بتشغليها طول اليوم بقى على الصب،
بيبقى جميل قوي، وتتعودي يبقى لسانك بيردد كده، وتبقي عندك تذكرة بالتكبير طول اليوم، ويبقى الأجر ليكي ولكل حد بيسمع التكبيرات وانت بتحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة برضو يعني حبيبتي أفكرك إن مش عايزين الموضوع ده يبقى مجرد كلمات بس بتتقال باللسان، عايزاه يبقى فعلا في تمجيد لله عز وجل من قلبك، بتظهري من خلال التكبير عظمة الله عز وجل، وده بيربي جواكي خشوع لله عز وجل. وانت بتكبري الله أكبر كأنك بتستحضري ما فيش حد أكبر من الله عز وجل، ما فيش حد أعظم من الله عز وجل، لا أعظم ولا أكبر من الله عز وجل. الله عز وجل أكبر بقدرته فوق كل المخلوقات. وانت بتحمدي ربنا، يعني الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، انك فعلا بتحمدي ربنا على كل نعمه ربنا انعم عليكي بيها، على كل ستر ربنا ستره ليكي، على كل لحظه وكل منه الله عز وجل من عليكي بيها او اعطاها ليكي، سواء انت متذكراها او مش متذكراها في الوقت ده. خلي التكبير حبيبتي في الايام دي يسمو فوق كل مشاكلك. يعني لو انت عندك غضب وحقد من حد او زهق او غضب، فانت كأنك بتسامحي، فتقولي الله اكبر من غضبي، الله اكبر من زعلي من اي حد. لما تصدقي قولي الله اكبر من شحي ومن بخلي ان انا اتصدق. لما تيجي تصلي في التكبيرات، الله اكبر من كسلي، الله اكبر من زهقي، الله اكبر من تعبي، الله أكبر من عصبيتي على ولادي، الله أكبر من كل مشكلة في حياتي، الله أكبر منها. طبعا احنا بنكبر زي ما بقولك، احنا بنشغل التكبيرات في البيت ونقعد نكبر، حتى لو انتي قاعدة لوحدك في الغرفة وبتكبري فصدى تكبيراتك يصل إلى السماء. بص يا بنات، يعني كتير من الناس عارفين فضل 10 ذو الحجة وبيعبدوا ربنا فيها وبيقربوا منها قوي، بس في ناس مش عارفين ان والله العظيم 10 ذو الحجة دي فضلها كبير قوي، ممكن يبقى بداية تغيير في حياتك كلها، فتح في حياتك كبير قوي، شفاء، رزق، توبة من ذنب، بداية علاقة جديدة قوية مع الله عز وجل هتبدأ في العشر الأوائل من ذو الحجة إن شاء الله بإذن الله. ودايما التمسي ان ربنا هو اللي يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. يعني من المشاكل حبايبي الإيمانية أو الدينية اللي بتواجه إخواتنا كتير أو في القناة هنا بيبعتولي حاولنا نلتزم في الصلاة وما قدرناش، الصلاة يعني يمكن مشكلة حياتهم فعلا الصلاة، بل هي من المشاكل اللي ممكن تبقى مشكلة حياة فعلا. العشر الأوائل من ذو الحجة ممكن يكونوا سبب إن حياتك تتبدل، وقلبك اللي هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء إلى الالتزام وإلى حب الصلاة. ممكن الضيق اللي جواكي يروح، اللي هو مسكك من ناحية العبادة. الفرص الكبيرة اللي بتجيلك وتمشي ممكن تبقى تيجي عندك في الأيام دي. الذكي هو اللي يقدر يستغل قوي قوي أيام المواسم وأيام الطاعات. ابدأي من دلوقتي وقولي يا رب دي أيامك وأنا جايالك في أعظم أيامك بقلب جديد. وفي ناس بيبقوا محتاجين في وسط ضغوط الحياة أو وسط مسؤوليات الأولاد وإحنا داخلين على امتحانات ثانوية، ادعوا لكل طلبة الثانوية حبيباتي ومحباتي. ممكن يبقى في الفترة دي محتاجين جدول بسيط عملي يذكرك، ويبقى قدامك جدول تحفيزي فعلا إنك كل يوم تبص فيه أنا في عندي صيام، في عندي ذكر، في عندي صدقة، في عندي عبادة معينة، في عندي ورد قرآن بخلصه. شاركي ولادك العبادات دي، خليهم ياخدوا معاك الأجر وتعظموا فعلا شعائر الله. اسمعي دروس تحفزك على فضل 10 ذو الحجة. دايما شغلي التكبيرات في البيت، خلي البيت كله كمان يعيش معاكي أجواء روحانية في هذه الأيام الفضيلة. هفكرك حبيبتي سريعا بالأعمال اللي ممكن نعملها في الأيام دي تبقى من الأعمال الصالحة. الصيام طبعا، سواء كان هتصومي نفل، سواء كنت انت عليكي أيام قضاء عايزة تقضيها ممكن توقعيها في هذه الأيام فتناسب أيام فضيلة وتقضي الأيام اللي عليكي في الأيام دي. الذكر اللي هو طبعا التكبير والتهليل اللي هو لا إله إلا الله، والتحميد اللي هو الحمد لله. دايما قولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. زي ما قلت لك وانت بتطبخي وانت بترتبي بيتك وانت بتعملي أي حاجة في بيتك خليها، وانت طالعة السلم وانت نازلة خليها على لسانك على طول. من الأعمال الصالحة الصدقة، وزي ما بقولك ولو بجنيه ولو ب5 ولو ب10 ولو ب50، ودايما تذكري والله يضاعف لمن يشاء.
قيام الليل إن شاء الله بإذن الله ولو بركعتين. وبعدين طبعا قراءة القرآن، سواء هتختمي في العشر تعملي ختمة في العشر، أو لو انت كنت فاتحة ختمة جديدة خلصيها في الأيام دي. ربنا حبيبتي اختار الأيام دي وجعلها خير أيام الدنيا أو أفضل أيام الدنيا، لأن بتجتمع فيها كل أنواع العبادات، وفيها كمان يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها مضاعفة رهيبة للأجر. ممكن يكون في يوم واحد بس يتغفر لك يعني ذنوب سنين فاتت وجاية. فبذكرك تاني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أسأل الله أن يبلغني وإياكم عشر ذو الحجة وإحنا إن شاء الله بصحة وعافية وفي قرب من الله عز وجل وفي طاعة وفي عبادة. الفيديو ده حبيبتي قدمتهولك فيه معلومات تحفيزية وفيه توجيه عملي فعلا علشان يشجعك تستغلي الأيام دي بأقصى درجة. هما 9 أيام إن شاء الله تبذلي فيهم أقصى جهدك، هتحسي بسعادة، بانشراح، بسعادة غريبة، لأن السعادة دايما في القرب من الله عز وجل. أيام 10 ذو الحجة محتاجة مننا فيديوهات كتير، مش فيديو واحد، لأن دول مش أيام عادية، دول موسم رحمة، موسم مغفرة، موسم فرصة كبيرة جدا جدا عشان تصلحي أخطائك في العبادة وتقربي أكتر وأكتر. ومين فينا مش محتاج الفرصة دي؟ فرصة فعلا إنك ترجعي لله عز وجل، فرصة علشان قلبك ينضف، فرصة علشان تبدأي من جديد من غير ما تقعدي تحسي إن الوصول صعب، لأن دايما مواسم الطاعات تلاقي الوصول فيها سهل وقريب جدا جدا، والطرق كتيرة قوي قوي اللي هتوصلك. يا رب أخرجنا من العشر الأوائل من ذو الحجة بقلب جديد، بروح مطمئنة، بقلب سليم، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.